لما تلاقي حد غني ومعاه فلوس كتير ومعاه احسن عربية وقاعد في قصر، اوعى تقول يا رب اشمعنى البني ادم ده اديته كل ده وانا لا. قول يا رب ارزقني زي ما رزقته. طبعا عايز اقولك ان لما تلاقي شخص معاه حاجة جميلة وعجبتك، اول حاجة لازم تعملها تقول بسم الله ما شاء الله، لان عينك ممكن تحسده وانت مش واخد بالك. قول يا رب ارزقني كما رزقت هذا الشخص. كل اللي انا عايز اقوله لك من الدرس الملخص ده ان انت طول ما بتتمنى الخير لغيرك ربنا سبحانه وتعالى هيرزقك. وصدقني والله لو ما رزقكش في المال هيرزقك في صحتك او في جوازك او في عيالك او حتى في ستر ربنا سبحانه وتعالى. صدقني والله كل واحد بياخد رزقه في الدنيا دي 24 قيراط. عايز اقول لك ان مش الرزق كله فلوس، لان في ناس كتير قوي بتبقى معاها فلوس اقسم بالله العظيم ما عارفه تخلف حته عيل حتى يتهنوا بيه في الدنيا. وفي ناس كتير قوي بيكون معاها فلوس وعندها مرض والعياذ بالله مش قادره تخف منه. وانت ممكن تبقى عايش على قد حالك ولكن ربنا مديك زوجة صالحه واولاد ومديك صحه وستر من ربنا سبحانه وتعالى. خليك عارف ان انت جاي الدنيا دي واخد حقك 24 قيراط. لو اول مره تسمع القصه دي فصلي على النبي في الكومنتات وشير الفيديو علشان غيرك يستفيد.